ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الناس كلها وتحديدا في بورسعيد عايزة تعرف القصة الكاملة بالنسبة لموقف مروان حمدي. مروان حمدي النهاردة في النادي المصري اصبح عامل زي البيت الوقف بالظبط، يعني الراجل اكنه واقف على السلم، لا اللي تحت شافوه ولا اللي فوق سمعوه. بالتالي الناس في بورسعيد قلقانة، هل النادي المصري هيقدر ان هو يوفر البديل خلال فترة الميركاتو الشتوي اللي احنا بدأناها منذ ايام، ولا الامور هتتعقد اكتر وبالتالي مروان حمدي يكمل السنه مع النادي المصري والنادي المصري ما يستفيدش منه لا ماديا من خلال بيعه، ولا يستفيد منه فنيا من خلال عدم وجوده في الملعب، لان خلاص في موقف وفي ريد لاين كده، خط احمر مجلس اداره النادي المصري بقياده مستر كامل ابو علي حطه علشان يقدر ان هو يقف على المبادئ ويقف على القيم بتاعته ويحافظ على قيمه جمهوره اللي بيمثل له جزء كبير جدا من الكيان بتاعه. وبالتالي شفنا الكلام ده، ان الامور في الملعب اصبحت معقده بشكل رهيب بالنسبه لمروان، وتحديدا بعد كمان اعلان كابتن علي ماهر من خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراه انبي مباشره. لو انتوا تفتكروا لما قال ان مروان علاقته انتهت تماما فنيا بالنسبه لي، لكن في علاقه محترمه تجمعني بيني وبينه، وهو لعيب كويس ولعيب محترم لكن عمل موقف وبالتالي بيتعاقب علشانه. طب ايه اللي معطل رحيل مروان حمدي حتى هذه اللحظه، رغم ان احنا بنطلع وبنقول، ويمكن انا اتكلمت قبل كده في التفاصيل دي لكن ما قلتش كواليس معينه لان التوقيتات ما كانتش مناسبه من وجهه نظري. الفرقه بتلعب ماتشات في الدوري ومروان ذات نفسه ما كانش عارف موقفه بشكل نهائي. هل النادي خلاص خد قرار حاسم بعدم وجوده في الفرقه، ولا ممكن النادي يكتفي بموضوع الخصم المادي او العقاب المالي، او النادي يكتفي بحته الايقاف الفني ان هو ما لعبش ماتشين ثلاثه في الدوري ورا بعض. ولكن النادي الموضوع بالنسبه له انتهى، وقلت لكم الكلام ده من شويه. وفي نفس الوقت مفيش عروض حقيقيه موجوده لمروان حمدي في النادي المصري، بمعنى كل العروض اللي بتيجي لمروان حمدي هي عروض شفويه من خلال وكيل اعماله او من خلال يعني مكالمات تليفونيه، لكن مفيش عرض رسمي، فاكس رسمي مثلا من نادي بعينه بيطالب النادي المصري بالتعاقد مع اللاعب، وتبدا ان انت تقف بقى في المفاوضات على الارقام، لا ده كتير، لا ده زياده، لا ده قليل. لسه المصري ما وصلش للمرحله دي. طب ايه المشكله بقى الاساسيه في الكلام اللي انا كله عمال اقوله ده؟ هما مشكلتين مهمين جدا. المشكله الاولى متعلقه بالقوه الشرائيه او القوه الماليه اللي حاططها النادي المصري مقابل انتقال مروان حمدي لاي نادي. طب ايه القوه الماليه والمبلغ اللي حاطه النادي المصري؟ 30 مليون جنيه. الناس في مصر الانديه مستغليه الرقم ده وشايفه ان المبلغ ده مبلغ كبير جدا ان هي تدفعه في لعيب في الدوري المصري في التوقيت الحالي، في ظل ان الانديه كانت بتغالي في اسعارها الماليه بطريقه مبالغ فيها مع النادي المصري في بدايه السيزون لما كان بيتفاوض على احدى الصفقات، يعني سواء في انديه كبيره او انديه متوسطه او انديه صغيره شويه في الاسم. كانت المبالغ بتكون كبيره جدا لدرجه ان احنا عندنا في الدوري، يعني دي حقيقه، في لعيبه بتباصي غلط ولعيبه مش اعلى حاجه في الكواليتي ومش اعلى حاجه في الامكانيات، وبيطلب فيها ارقام غير طبيعيه. انت النهارده عندك مهاجم دولي، عندك مهاجم صغير، عندك مهاجم ارقامه على مستوى اخر 3 4 سنين مميزه جدا، وبالتالي النادي المصري لما جابه دفع فيه ارقام كبيره. النهارده دفع فيه 24 ولا 22 مليون جنيه لسموحه، والراجل بياخد في السنه 10 مليون جنيه، بقاله سنتين في النادي. يعني الراجل ده مكلفني كده بالبلدي كده 40 مليون جنيه، ده غير بقى الضرايب اللي بتدفع وغير الرسوم بتاعه توثيق العقود بتاعته. يعني الراجل ده واقف عليها بتاع حوالي 60 مليون جنيه. فاذا انا النهارده انا ببيع بالخساره، بس مجلس الاداره بيبص من نظره تانية، الموضوع بالنسبه له بيزنس، الخساره القريبه احسن من المكسب البعيد. ده بالنسبه لقصه النادي. طب ايه القصه التانية او المشكله التانية؟ هي متعلقه بوكيل اللاعب اللي هو احمد يحيى، اللي كان الفتره اللي فاتت يعني بيضغط ضغط رهيب بشتى الطرق على مجلس الاداره عشان يحاول ان هو يفرض سيطرته على المجلس، ويحاول ان هو يجبر مجلس الاداره ان هو يوافق على شروطه ويوافق على متطلباته عشان يسهل المأمورية بالنسبة لمروان بانتقاله لأحد الأندية، أيا كان بقى، رايح الأهلي، رايح الزمالك، رايح البنك الأهلي، رايح سيراميكا، مش هنختلف كتير. هي النقطة إن النادي حاطط سقف معين في الانتقال أو في القيمة التسويقية بتاعة اللاعب، مش هيقدر إن هو ينزل عنه لأن هو دفع فيه أرقام كبيرة جدا. فالضغط كان جاي من خلال إيه؟ ان احمد يحيى كان بيحاول يستغل الموقف بتاع اللاعب بشكل عام في بورسعيد، ان اللاعب خلاص ملوش دور في النادي وبالتالي مجلس الاداره هيبقى في ازمه.
لان لازم يتخلص من اللاعب باي شكل من الاشكال خلال الفتره اللي جايه، وان انت عندك فتره انتقالات صغيره 30 يوم اللي هي الانتقالات الشتويه اللي بدات من يومين فاتوا. وانت هيبقى قدامك 3 اختيارات، يا اما يعني تلجأ للحلول بتاعه احمد يحيى اللي هو وكيل اللاعب وتبدأ تنزل في السعر بتاعك، يا اما ان انت تفضل مصمم على السعر بتاعك وتنجح ان انت تبيعه بال 30 مليون، ايا كان خدت ال 30 مليون بلك على بعض يعني كاش مره واحده، او قسمتهم على مراحل، او دخلته في صفقه تبادليه وخدت فرق فلوس وجبت مركز انت محتاجه، او ان انت تشرب مروان حمدي بعد انتهاء فتره الانتقالات لو انت ما وافقتش على الكلام ده، وبالتالي تبقى انت يعني تورطت توريطه كبيره، بمعنى ان انت مش هتعرف تجيب البديل، لان مش هتقدر تصرف مرتين دبل ان انت تدفع لمروان حمدي وتلتزم بعقده ال 10 مليون جنيه لنهايه الموسم، وهيضطر مروان يكون موجود في الفرقه، ويبقى انت كنادي خسرت فلوس وماديات وخسرت فنيات ان الراجل ده مش موجود في الملعب، وفي نفس الوقت في اخر السنه لما تيجي تبيعه او تفكر ان انت تخليه يمشي برضه مش هتستفيد. ليه؟ لان الراجل هيبقى قاعد مده كبيره جدا ما بيلعبش، فالقيمه التسويقيه بتاعته هتقل، ولو انت طالب فيه 30 مليون ال 30 دول هيبقوا 10 مليون بعد كده، وهتضطر ان انت تدلل على الانديه عشان ترضى ان هي تاخده منك. ده العرف بتاع الكوره. لكن طبعا القرارات الجديده اللي صدرت من الاتحاد الدولي بالموافقه على قرار اتحاد الكره المصري بمد فتره الانتقالات الشتويه لحد 30 يناير لحين انتهاء بطوله الامم الافريقيه، انا بشوف ان ده قرار مثالي وجه في توقيت يعني مميز جدا للنادي المصري وكل الانديه، حتى عشان الانديه تاخد فرصه وتاخد يعني راحه بالنسبه لها في الفكر وفي الاحتياجات بتاعتها، والانديه ما تبقاش مستعجله، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تنزل من الماركت فاليو بتاع سوق الانتقالات الشتويه، لان السوق اصلا محدود بالنسبه للعيبه، والنهارده الانديه كلها بتسعى ان هي تجيب الاحتياجات بتاعتها بالنسبه لبعض المراكز او النقص العددي. فمن هنا النادي المصري اصبح عنده فرصه كبيره ان هو ينتظر لحد 30 فبراير، عنده بقى المهله وعنده الفرصه يفكر كويس ويبدا ان هو يقيم الامور ويبدا يشوف ايه الاحسن وايه الافضل بالنسبه له. انا وجهه نظري النادي المصري لازم يتمسك بالحلول بتاعته، ولازم يتمسك بالشروط اللي هو حاططها، ويقدر ان هو يتفوق، لان انت معاك سلعه كويسه، معاك لعيب كويس، ومعاك بوزيشن مش موجود في مصر، المنتخب ذات نفسه بيعاني منه، فانت عندك لعيب كويس وعليه طلب، فبالتالي انت تقعد وتحط رجل على رجل وهتلاقي العروض بتجيلك من كل حته، بس لازم توازن الامور. يعني مش شرط كل حاجه تبقى فلوس، لان حط في اعتبارك انت لما تبيع مروان حمدي، لما تبيعه بال 30 مليون، لو هنفترض ان ده يحصل، لما تاخد ال 30 مليون انت مش هتعرف تشتري مهاجم بنفس الكفاءه دي الا لو انت محضر بديل اجنبي، وانت طبعا عندك قائمه المحترفين ممتلئه، ولسه عندك دغموم بتحاول ان انت تدخله وتطلع له حد تاني، فالامور هتبقى متلخبطه شويه. فكان مهم ان انا اوضح الجزئيه دي. وانا يعني توقعي الشخصي ان مروان حمدي قريب جدا من النادي الاهلي، لكن انا متوقع بشكل كبير ان نادي الزمالك هيحسم صفقه انتقاله بمجرد فتح باب القيد بتاعه، وان مروان هيكون قريب جدا من نادي الزمالك، خصوصا ان انا عندي معلومه مؤكده ان اللاعب قعد مع كابتن احمد سليمان اكتر من مره، وممكن الامور تمشي بقى بشكل فيه تفاوض افضل، خصوصا ان المصري والزمالك يعني في بدايه السنه كده كان في بينهم موضوع احمد عيد واحمد ايمن منصور، ثم بعد ذلك اتحل بشكل ودي ما بين الادارتين كابتن حسين لبيب ومستر كامل ابو علي، فاتوقع ان الامور ممكن تمشي في الاتجاه ده.